وبركاته. أهلا أخواني، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. موضوع حلقتنا اليوم هو كيفية تفعيل ويندوز 7. ويندوز 7 فقط، كيفية تفعيلها بدون كراك أو سيريال. أتمنى أنكم فهمتم ماذا أقول. بدون كراك أو سيريال يعني تجعل النسخة كأنها أصلية، يعني مدى الحياة، لا سيريال ولا كراك. بهذه الأداة، أداة خفيفة، وسنقوم بالتجربة ترون بأنفسكم. والأداة سليمة، قد تفحصها بموقع فيروس توتال، قد تبين لك أنها ملغمة إلى آخره، لكن الأداة سليمة جدا على ضمانتي. حتى يعني قمت بتحميلها، يعني سواء إذا كان لديك يعني كاسبرسكي أو إيست أو المالوير، يعني ستكتشف أنه لا ينبئك بأنها فيروس أو أنها ملغمة إلى آخره. إذن نتوجه إلى بوسترافين نتأكد أن النسخة مفعلة أم لا. كما تلاحظون مدة تجريبية فقط، بقي 28 يوم. إذا بعد تحميل هذه الأداة نقوم يعني بفك الضغط عليها. جيد، هذه الأداة نقوم بها يعني مباشرة بعد استعمالها. ستقوم بإعادة تشغيل الحاسوب، تقوم بتطالب الزر الأيمن وتفتحها كمسؤول، ثم تضغط الخيار الأول اللي هو remove what، ثم توافق وتنتظر حتى تكتمل. ومباشرة بعدها تعيد تشغيل الحاسوب وترى أن الويندوز أصبحت أصلية. انتظر قليلا. تقوم بعمل يعني هذه الأداة يعني يعني أستعملها كل وقت، يعني لا تحدث لي مشاكل لا مع التحديث ولا مع أي شيء. أنصحكم باستعمالها. يعني يقوم بالتشغيل. يمكنك تمرير الفيديو، ربما يعني يطول الأمر. وهو الآن قد دخل. إذا نقوم نتأكد.
يعني كما تلاحظون يعني النسخة أصبحت أصلية، يعني لا تظهر لا ويندوز أكتيف ولا استيراد. إذا إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد استفدتم، وإلى اللقاء في دروس